السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات الكرام، مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلقتنا اليوم عن السيدة هند بنت عتبة أم أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. تعالوا نسمع ماذا يقول الرافضي حسن ياري ونرجع لحضراتكم تاني. هذا يبقى عندكم للغد. أما من أمور التي قد فعلها هند بنت عتبة، وإن التاريخ يذكرها بسببه، هو أنها ما فعلت بالشهداء في أحد، وإنها هي بقرت بطن حمزة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. وإن الجماعة الناصبة اليوم يقولون إن ذلك الرواية ليس بموجودة وإنها لم تفعل ذلك. عجيب والله العظيم، عجيب ذلك. إن ذلك الأمر معروف ومشهور، قد رواه الثقات في كتبهم، وإن الصحابة وغير الصحابة قد ذكروا هند بأنها هي كانت آكلة الأكباد، وإن هذا صفتها مشهورة ومعروفة. نتكلم عن ذلك إخواننا الأعزاء. هذا كتاب تاريخ الطبري، تاريخ الطبري الجزء الثاني، تبع مؤسسة العالمي للمطبوعات، تبع سنة 1418. قال أبو جعفر: وقد وقفت هند بنت عتبة فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان، والنسوة اللاتي معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يجدعن الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند من آذان الرجال وآنفهم خدما وقلائد، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطتها وحشية غلام جبير بن مطعم، وبقرت عن كبد حمزة عليه السلام فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين ظفروا بما أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هي هند بنت عتبة. هذا في كتاب تاريخ الطبري. كما سمعنا، هذا الرافضي قال أن هذا الكلام موجود في تاريخ الطبري. أمام حضراتكم تاريخ الرسل والملوك للإمام الطبري عليه رحمة الله، الجزء الثاني، صفحة رقم 524. قال أبو جعفر: وقد وقفت هند بنت عتبة فيما حدثنا ابن حميد وليس ابن حميد كما قرأها هذا الجويهل. فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان، وساق الرواية. فما هي المشكلة في هذه الرواية؟ أبو جعفر يروي هذه الرواية عن ابن حميد. فمن هو ابن حميد؟ شيخ الإمام الطبري. تعالوا على كتاب المجروحين من المحدثين للإمام ابن حبان رحمه الله، الجزء الثاني، صفحة رقم 321. قال محمد بن حميد الرازي قال ابن حبان: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات. ثم ساق لنا قصة خطيرة. في هذه القصة قال أبو زرعة الرازي وابن واره: صح عندنا أنه يكذب. فقال صالح ابن الإمام أحمد بن حنبل: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. يبقى الإمام أبو زرعة الرازي ومحمد بن مسلم بن واره ثبت عندهما أن محمد بن حميد الرازي الذي يروي الرواية التي يستدل بها حسن ياري كان يكذب. تعالوا على كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي عليه رحمة الله، الجزء 11، صفحة رقم 504. قال يعقوب بن إسحاق الفقيه: سمعت صالح بن محمد الأسدية المشهور والمعروف بصالح جزرة يقول: ما رأيت أحذق بالكذب من سليمان الشاذكوني ومحمد بن حميد الرازي، وكان حديث محمد بن حميد كل يوم يزيد. إذن هذا الرجل رجل كذاب، وروايته لا يصدقها إلا أمثال حسن ياري. العلة الثانية في هذه الرواية هو سلمة ابن الفضل الأبرش
شيخ محمد بن حميد الرازي. فما هي مشكلة سلمة بن الفضل؟ تعالوا على كتاب الضعفاء الصغير للإمام البخاري، ويليه كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام النسائي، صفحة رقم 57. سلمة بن الفضل بن الأبرش سمع محمد بن إسحاق، روى عنه عبد الله بن عمر بن أبان ومحمد بن حميد. إذن هو نفسه سلمة شيخ محمد بن حميد الرازي. قال البخاري: ولكن عنده مناكير وفيه نظر. وفي صفحة رقم 184 قال الإمام النسائي: سلمة بن الفضل الأبرش أبو عبد الله ضعيف. هاتان علتان في هذه الرواية. كما أن صالح بن كيسان لم يدرك هذه الواقعة، وحديثه في هذه الواقعة حديث منقطع. إذن هذه 3 علل في الرواية التي ذكرها حسن ياري. تعالوا نفتح كتاب ضعيف تاريخ الطبري للشيخين محمد طاهر البرزنجي ومحمد صبحي حسن حلاق، طبع الدار ابن كثير، المجلد 7 صفحة رقم 120. ذكر نفس هذه الرواية، وبقية الرواية في الصفحة التي تليها. هذا الهامش رقم 1. ننزل في الهامش: إسناده ضعيف، وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن صالح بن كيسان منقطعا. إذن هذه الرواية لا تصح. حسن ياري يقول أن هذه القصة رواها الثقات في كتبهم. إن ذلك الأمر معروف ومشهور، قد رواه الثقات في كتبهم. وكأن هذا هو الضابط العلمي لقبول الروايات في دين الإسلام، ونحن في دين الإسلام العظيم لا نقبل إلا الروايات الصحيحة التي تنطبق عليها شروط قبول الرواية. وحتى نصفع أمثال هذا الجهول ننقل له ما قاله صاحب الكتاب نفسه، وهو الإمام الطبري عليه رحمة الله. يقول في مقدمة كتابه الجزء الأول صفحة رقم 8: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وإنما أتي من قبل بعض ناقليه إلينا، وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا. فالإمام الطبري عليه رحمة الله ناقل أمين، ولم يقل أن كل ما في كتابه صحيح، بل قال أن فيها روايات سيستنكرها قارئها ويستشنعها سامعها لأنه لم يعرف لها وجها في الصحة، ليست صحيحة في السند ولا معناها يوافق الواقع والتاريخ الصحيح والحقيقة التي رويت إلينا بالأسانيد الصحاح. مع أن هذا الدجال قال من قبل أن الرواية إذا كان سندها باطلا لا يقول بها. إذا الرواية إذا كانت صحيحة نفترض، إذا كان سندها باطلة فلا نقول بها. حسن ياري يقول: وقد رواه كبار من علماء العمرية في كتبه. كتابه الكشف والبيان، تفسير القرآن الكريم، الكشف والبيان في تفسير القرآن للثعلبي، في تفسير سورة آل عمران، سورة آل عمران. وقال سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن إسحاق بن يسار لما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، علت عالية من قريش على الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلان وفلان وفلان، حتى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوجب طلحة الجنة، فوقفت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجدعن الآذان والأنوف، حتى أخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشية، وبقرت من كبد حمزة فلاكتها فلم تستطع فلفظتها، ثم علت صخرة مشرفة فصرخت: نحن جزيناكم بيوم بدر. حسن ياري يستدل بكتاب الكشف والبيان للثعلبي، وربما هذا الجاهل لا يعلم أن الثعلبي لا يذكر هذه الرواية بسندها، بل قال: وقال سعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن إسحاق بن يسار. فهل يوجد واحد من هؤلاء الثلاثة أدرك هذه الواقعة؟ ثم هل الأسانيد ثابتة إلى سعيد بن المسيب والشعبي؟ معلوم عند أهل العلم أن تفسير الكشف والبيان للثعلبي يجمع الغث والسمين، هذا إذا ذكره بإسناد، فما بالكم بما لم يذكر الثعلبي إسناده أصلا؟
تعالوا نفتح كتاب منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام رحمه الله، الجزء 7 صفحة رقم 12. قال: فقد أجمع أهل العلم بالحديث أن الثعلبي يروي طائفة من الأحاديث الموضوعات. وقال: مع أن الثعلبي فيه خير ودين، لكنه لا خبرة له بالصحيح والسقيم من الأحاديث، ولا يميز بين السنة والبدعة في كثير من الأقوال. وقال في الصفحة التي تليها: وقد أجمع أهل العلم بالحديث على أنه لا يجوز الاستدلال بمجرد خبر يرويه الواحد من جنس الثعلبي والنقاش والواحدي وأمثال هؤلاء المفسرين لكثرة ما يروونه من الحديث، ويكون ضعيفا بل موضوعا. وفي صفحة رقم 300 قال شيخ الإسلام: وإذا كان في بعض كتب التفسير التي ينقل منها الصحيح والضعيف مثل تفسير الثعلبي والواحدي والبغوي بل وابن جرير وابن أبي حاتم، لم يكن مجرد رواية واحد من هؤلاء دليلا على صحته باتفاق أهل العلم، فإنه إذا عرف أن تلك المنقولات فيها صحيح وضعيف فلا بد من بيان أن هذا المنقول من قسم الصحيح دون الضعيف. فهل حسن ياري بحث عن الصحيح؟ هذا الكلام يذكره الثعلبي بدون إسناد أصلا، فكيف ننظر فيه؟ فإذا كان علماؤنا يرفضون الاحتجاج بما يرويه الثعلبي في تفسيره بسند ضعيف، فما بالكم بما يذكره الثعلبي دون إسناد أصلا؟ ربما يكون أفضل سند لهذه الرواية هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده الجزء 7 صفحة رقم 418. قال: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن مسعود، وذكر قصة في غزوة أحد، ثم قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطنه، وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت منه شيئا؟ قالوا لا. قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار. وهذه رواية ضعيفة، فالشعبي لم يسمع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شيئا، إنما رآه فقط. تعالوا نفتح كتاب جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام صلاح الدين العلائي رحمه الله، صفحة رقم 204. عامر بن شراحيل الشعبي: وأرسل عن عمر وطلحة بن عبيد الله وابن مسعود وعائشة وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. إذن حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن مسعود حديث مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. إذن هذه هي العلة الأولى في هذه الرواية. العلة الثانية هي اختلاط عطاء ابن السائب. تعالوا نفتح كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري للإمام ابن حجر العسقلاني، المجلد الثاني صفحة رقم 1133. قال: عطاء بن السائب من مشاهير الرواة الثقات، إلا أنه اختلط فضعفوه بسبب ذلك. وتحصل لي من مجموع كلام الأئمة أن رواية شعبة وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وزائدة وأيوب وحماد بن زيد عنه قبل الاختلاط، وأن جميع من روى عنه غير هؤلاء فحديثه ضعيف لأنه بعد اختلاطه إلا حماد بن سلمة، فاختلف قولهم فيه، لأن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل وبعد اختلاطه، ولا يستطيع أحد أن يجزم هل هذه الرواية مما سمعه حماد من عطاء قبل الاختلاط أم بعده. والإمام ابن كثير رحمه الله ضعف هذه الرواية. تعالوا نفتح كتاب البداية والنهاية الجزء الخامس صفحة رقم 429. الإمام ابن كثير ذكر الرواية ثم قال: وهذا إسناد فيه ضعف أيضا من جهة عطاء بن السائب، فالله أعلم. كل الروايات التي تحكي هذه القصة لا تخلو من ضعف، وأفضلها ضعيف كما بينا لحضراتكم. ثم هناك لفظة غريبة في هذه الرواية الضعيفة. الرواية تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الله ليدخل شيئا من حمزة النار، وكأن مجرد أكل هند لهذه القطعة من كبد حمزة وبلعها لها مسوغ لدخول جزء من حمزة النار. فهل الله جل جلاله يدخل جزءا من أحد المؤمنين النار لمجرد أن أحد المشركين أكل جزءا من جسده؟ هذا يتعارض مع آيات القرآن الكريم كقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فهل لو قتل المشركون رجلا مسلما صالحا تقيا وأكلوه بالكامل ودخل هؤلاء المشركون النار، يعني هذا أن هذا المسلم الصالح التقي سيدخل النار لأن المشركين أكلوه؟ سبحان الله. فالرواية لا تصح سندا ولا متنا. ثم على فرض أنه قد ثبت أن هند بنت عتبة رضي الله عنها فعلت ذلك وأكلت كبد حمزة،
أليست الروايات تقول أن هذا قد حدث قبل إسلامها؟ فكان ماذا؟ أسلمت وحسن إسلامها، وهذا ثابت في صحيحي البخاري ومسلم. ثم هناك نقطة أخرى، لما أسلم وحشي قاتل حمزة الحقيقي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيب وجهك عني، ولم يطق أن ينظر إليه. تعالوا نفتح مع حضراتكم صحيح البخاري صفحة رقم 999، باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. في الصفحة التي تليها يحكي وحشي أنه ذهب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليسلم بين يديه. قال: فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ في هذه الرواية نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطق أن ينظر في وجه وحشي قاتل حمزة، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مع هند بنت عتبة حينما جاءت لتسلم بين يديه؟ أيضا من صحيح البخاري صفحة رقم 936 حديث رقم 3825 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة فقالت: يا رسول الله، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني وأنا أيضا والذي نفسي بيده، ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء يا آل أبي سفيان أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائكم، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض يا آل أبي سفيان أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نفس الكلمات، قال: وأيضا والذي نفسي بيده، ثم اشتكت له من أبي سفيان، والقصة معروفة. إذا كانت هند رضي الله عنها فعلت بحمزة ما تقول هذه الروايات الضعيفة، فلماذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تغيب وجهها عنه كما طلب من وحشي قاتل حمزة الحقيقي؟ الأمر واضح، ولا مجال لتصديق الروايات الضعيفة التي يستدل بها الرافضة أعداء الله ورسوله. أرجو من حضراتكم إخواني وأخواتي أن تنشروا هذه الحلقة في كل مكان، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب حتى يصلكم كل جديد. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.